سامحوني يا جماعة على المنظر اللي أنا طالعة بيه ده، ولأن أنا قاعدة بيه في البيت بودان الأرنوب ده، بس يعني أهو منه استفادة في الجو ده إن أنا بجيبه كده الودنين دول وبعمله كده فبيدفي زوري. المهم، ففي خبر أنا سمعته فقلت لازم إن أنا أطلع. هاتوا الودان دي على ورا كده، لازم أطلع وإن أنا أعمل الفيديو ده. تمام، عن اللي حصل أو المهزلة اللي حصلت النهاردة في امتحانات أولى ثانوي، في مادة البرمجة. النهارده كان المفروض الامتحان على المنظومة. أنا عايزة بس أوجه حاجة، رسالة لوزارة التربية والتعليم. لما انتوا مش قد التكنولوجيا والتطور واللي انتوا عايزين تعملوه، ما تعملوش. ما احنا طول عمرنا بنمتحن بالورقة والقلم، أو حتى في الكمبيوتر ولا حاجة كنا بنمتحن على الجهاز ويبقى الامتحان قدامنا ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ يعني معلش افهم، لما انتوا مش قادرين تعملوا حاجة صح يبقى بلاها عشان ما تبقاش عيبة في حقكم، ويبقى انتوا تضيعوا مستقبل الطلبة. لما يجوا الطلبة النهاردة اليوم كله يحاولوا يخشوا على المنظومة ومش عارفين يخشوا، يبقى ايه ده؟ يعني انا عايزه افهم. ويجوا المدرس يقول للطلبه طب روحوا بسرعه على المدرسه الساعه 2، ولما يروحوا على الساعه 2 يلاقوا المدرسه هو ومفيش اي حاجه. والمدير ذات نفسه يقول لهم انا مش عارف اعمل لكم ايه. يعني ده المدير، اما حضرتك ايه لازمتك؟ وبعد كده يقول لهم لا روحوا، ويتصلوا بالمدرس تاني فيقولوا لهم طب روحوا المدرس تالت، والمدرس يقول لهم انا مش عارف حاجه. لما المدرسين والمدير مش عارفين يعملوا اي حاجه ويقول لهم خشوا تاني على المنظومه، وبعد كده المنظومه واقفه، في ناس دخلوا وفي ناس ما دخلوش، وبعد كده المدرس يقول لهم طب خلاص اتصلوا باي رقم. كمان مش المدرس ده، في اولياء طلبه عندهم اولاد، عندهم بنات، انا بتكلم بقى على الولاد. فتقول لهم طب قالوا اللي مش عارفين يخشوا على المنظومه يعملوا شكوى علشان ما يقولوش ان هم ما راحوش ما امتحنوش، واللي يبقى هم يا اما يسقطوا في الماده يا اما تروح عليهم ومستقبلهم يضيع. كل ده بسبب ايه؟ بسبب اهمال في وزاره التربيه والتعليم وتقصير منهم. فيجي يقولوا اصل معلش، طب يقولوا طب ما يمكن الرقم ده بتاع الشكاوي ده يمكن بتاع البنات، فيقولوا اي حاجه. العيال مش عارفين يعملوا اي حاجه من الصبحيه لغايه الساعه 5 بيحاولوا يخشوا على المنظومه واقفه، مش عارفين يعملوا اي حاجه. العيب مش في الطلبه، العيب في الاهمال والتقصير اللي كان ناحيه وزاره التربيه والتعليم. مش عارفين تعملوا حاجه بلاها، ما تعملوهاش، ما تضيعوش مستقبل الطلبه وتيجي تجيبوا اللوم والعتاب على الطلبه ذات نفسيهم. فليه؟ فانتوا كده يعني حلو. هما النهارده ما عرفوش يخشوا على المنظومه ولا يمتحنوا ولا اي حاجه. يا جماعه مش قد الحاجه ما تعملوهاش، لان منظركم بيبقى وحش قوي. فبجد حاجه يعني خلتني انا في عز ما انا قاعده ومتلجه ومقفقفه كده، رحت طالعه قلت لا لازم اتكلم، لان بجد اهمال في مستقبل الطلاب بالمنظر ده غير مسموح ومرفوض تماما. ويجي يقول لك اصل احنا عايزين نتطور بالتعليم. طب ازاي اشد وداني دي واخنق نفسي بيها ولا اعمل ايه؟ ازاي تتطوروا؟ ازاي اذا كنتوا انتوا مش عارفين حتى امتحان على المنظومه تخلوها سلسه والطلاب يعرفوا يخشوا عليها؟ فانتوا كده يعني حلو حلو يعني. المنظر كان النهارده يعني سوري في الكلمه زباله، حرفيا حاجه تحرق الدم. لما الطلاب يجروا من هنا يجروا من هنا وبيحاولوا يخشوا ومش عارفين، ويجروا والامتحان يروح عليهم بسبب ايه؟ بسبب التكنولوجيا اللي عايزه تعملها وزاره التربيه والتعليم والتطور. تطورتوا ضيعتوا الطلاب صح وما عرفوش يخشوا. يا ترى بقى هتحسبوهم ايه؟ ان هم ساقطين ولا ما عرفوش يروحوا الامتحان ولا ايه بالظبط؟ عشان بس نبقى عارفين العيب عليهم ولا عليكم. نو كومنت، من غير سلام ليهم هم، بس على اخواتي واللي بيشوف الفيديو احلى سلام. I love you، وربنا يتولانا ويرحمنا برحمته.